السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة 1996 كان في موبايل شكله غريب جدا، موبايل بلون معدني اسمه الريزر في 3. الموبايل ده ما كانش مجرد أداة اتصال، ده كان إعلان عن بداية عصر جديد، عصر تقوده شركة واحدة بس اسمها موتوريلا. لكن بعد 10 سنين بس الاسم ده اختفى، والسؤال اللي الناس دايما بتسأله هي موتوريلا راحت فين؟ لكن السؤال الأهم، هل الاختفاء ده كان فعلا ولا كانت بتتحول لحاجة تانية؟ سنة 1973 كان في راجل اسمه مارتن كوبر شغال في موتوريلا. مارتن حلم بحاجة ما حصلتش قبل كده، إنك تتكلم وإنت ماشي في الشارع. المهندس ده صنع أول جهاز موبايل في التاريخ، والجهاز ده كان تقيل جدا وشكله غريب. لكن بعد كام سنة بس مارتن كوبر مشى من موتوريلا، وبدأت الشركة إن هي تكمل من غيره. في الثمانينات محدش كان بيتكلم عن الموبايلات، العالم كله كان لسه بيحاول يركب تليفون سلكي في البيت. لكن كانت موتوريلا كانت بتجرب تصنع شبكة اتصال موبايل في وقت الناس ما كانتش تعرف فيه يعني ايه موبايل اصلا. اول موبايل نزل السوق كان ادينا تاج 8000 اكس، كان تمنه حوالي ال 4000 دولار، وكان وزنه فوق الكيلو، وكان بيشحن في 10 ساعات عشان يديك 30 دقيقة مكالمة. ومع كده اتباع ليه؟ لان الناس وقتها صدقت الحلم. في التسعينات موتوريلا كانت عاملة زي ابل النهاردة، كانت بتصنع الراديو اللي في عربيات الشرطة، وبتجهز الجيوش بأجهزة اتصال، وبتصمم شرائح إلكترونية للمخابرات. وفي سنة 1996 نزل أول موبايل اسمه ستار تاك، وكان أول موبايل قابل للفتح. باعت أكتر من 60 مليون جهاز. في كل بيت وفي كل شركة كان فيه موتوريلا، وكل شخص كان بيحس إنه مهم لازم يمسك موبايل من عندهم. وفي 2004 موتوريلا نزلت الريزر في 3، موبايل معدني أنحف من أي حاجة، زراير مضيئة وشكل فخم. ده ما كانش موبايل، ده كان قطعة فنية. باعت أكتر من 130 مليون جهاز، وبقى الموبايل الأول للمشاهير وللرجالة اللي عايزين يبانوا ناجحين وللبنات اللي عايزين ستايل. بس في عز النجاح جات الطعنة. سنة 2007 شركة صغيرة اسمها أبل بتنزل موبايل مفيش فيه زراير. العالم كله قالك ايه ده؟ موتوريلا قالت ده شاشة بس، ده لعبة عيال. الناس بدأت تسيب الزراير وتشتري ايفون والشاشات اللمس، وابل دخلت عالم التطبيقات، وموتوريلا لسه بتفتكر ان المظهر هو كل حاجة. ما بين ال 2007 وال 2010 موتوريلا بدأت تخسر كل حاجة. السوق بيتغير، سامسونج بتنافس، اندرويد بيجري، المستخدمين عايزين حاجات جديدة كل يوم، وموتوريلا فضلت ماسكة في الشكل القديم وخسرت مليارات. في 2011 اضطرت تبيع نفسها. جوجل بتشتري موتوريلا ب12.5 مليار دولار. الناس قالت هو ده الإنقاذ، لكن اللي حصل كان العكس. جوجل استخدمت براءة اختراع وسابت الشركة زي ما هي، وما عملتش أي حاجة في الشركة، ولا طورتها ولا رجعتها للمجد اللي كان فيه. بل بالعكس، دي باعتها بعد سنتين ونص لشركة لينوفو ب2.5 مليار دولار. من 2014 لحد 2020 موتوريلا كانت موجودة بس مش حية، بتنزل موبايلات كويسة لكن مش الأفضل، بتنافس لكن في استحياء، واسمها بيتنسي بالتدريج. في 2021 نزل موتوريلا ريزر الجديد بشكل شبه قابلة للطي، تقنية ممتازة بس سعره غالي جدا، والسوق مليان منافسين. الناس كانت نفسها موتوريلا ترجع، لكن لما الموبايل نزل محدش اشتراه فعلا. موتوريلا دلوقتي بتشتغل وبتنزل موبايلات، بس السؤال، هي لسه موتوريلا القديمة ولا مجرد اسم بيتباع من جيل لجيل؟ وهل في أمل إن ممكن نشوف اختراع يهز السوق، ولا دي قصة وانتهت؟ شركة لينوفو الصينية لما اشترت موتوريلا من جوجل كانت متخيلة إنها هتضيف الاسم ده لقائمة نجاحاتها، لكن المشكلة إن الاسم كان تقيل، والتاريخ أكبر من مجرد إن هو براند يتحط على كرتونة. لينيفو استخدمت موتوريلا كعلامة تجارية، بس من غير ما تحط عليه روح موتوريلا اللي الناس كلها كانت بتحبها. النتيجة ناس كتير بدأت تسأل، هو ده موتوريلا فعلا ولا ده تقليد؟ واحدة من أهم أسباب الفشل لموتوريلا في ال10 سنين اللي فاتوا كانت طريقة التسويق. الشركة كانت بتقدم أجهزة قوية جدا بمواصفات ممتازة وسعر منافس، بس المشكلة مفيش حد عارف إنها نزلت أصلا. أبل بتعمل مؤتمر عالمي، وسامسونج بتعلن قبلها بشهور، أما موتوريلا بتنزل التليفون من غير ما تعلن عنه أي حاجة. حتى السوشيال ميديا نفسها نسيت موتوريلا. في اليوتيوب قليل جدا لما تلاقيهم راجعة لتليفوناتهم، والإعلام كله مركز على 3 شركات بس، أبل وسامسونج وشاومي، وده خلاها تختفي حتى لو هي لسه موجودة وبتنزل موبايلات. بس السؤال الأهم، هي موتوريلا راحت فين؟ والإجابة مش بسيطة. موتوريلا ما ماتتش فعليا، لكنها اتغيرت واتقلبت واتحولت 180 درجة، اتقطعت حتت واتباعت كأنها شركات صغيرة، بس اسمها لسه موجود في عقول الناس. موتوريلا دلوقتي مش شركة، دي مجرد ذكرى عند معظم الناس. في عالم الموبايلات أسماء كتير اختفت، نوكيا وبلاك بيري وإريكسون، كلهم كانوا ملوك وكلهم اختفوا، لكن موتوريلا هي الوحيدة اللي اخترعت أول جهاز محمول. بس يفضل سؤال واحد معلق في الهوا، هل ممكن موتوريلا ترجع تاني، ولا خلاص هي بس كانت قصة حلوة
ولو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك لأن ده بيساعدنا نوصل لأكبر عدد من الناس، وما تنساش تشترك في القناة لأن عندنا حكايات كتيرة لسه ما اتحكتش.